الدرس الاساسي اللي اتعلمته من القصه دي ان في مشكله كبيره بتحصل للبني ادم اسمها ان تالف النعمه، انك تالف النعمه. تتعود عليها. دي اصعب شيء ممكن يحصل لبني ادم، انك تاخدها انها موجوده عادي. من المسلمات. مسلمات. هنا بقى انت وقعت في اكبر غلط، بدات تدوس في حته مش تمام. ما ينفعش، ما ينفعش تالف النعمه. النعمه دي لازم تقدرها وتبقى فاهمها وتحمد ربنا عليها انها عندك. لو انت الفتها بقت بلا قيمه، وممكن تروح منك في اي لحظه عادي جدا. انت دلوقتي الثلاجه فيها اكل كويس، ما لذ وطاب، مش هتاكل، مش هتعرف تاكل. عندك ابن مش هتعرف تحضنه ولا تيجي جنبه. عندك قوه، جسمك قوي، راقد زي حته الخشبه. دي معجزه، يعني تحسسك بالاعجاز. وعيت لها ان الانسان ولا شيء، انه في لحظه كل ما تملكه كل ما بتحبه انت ممنوع منه قدامك وانت واقف كده، مش هتعمل حاجه منه. لا تعرف تلمس ابنك، ولا تعرف تاكل الحاجات اللي في الثلاجه، ولا تعرف تتحرك. قوتك دي ما تسواش حاجه. فاهم قصدي؟ فده وعيت له جدا، ده كان درس وعيت له جدا. الانسان في لحظه، هو الانسان ولا حاجه، لسان. الانسان عباره عن لسان مش اكتر. يعني هو في لحظه كل ده مش موجود. يعني وهم كبير. الضربه دي خلتني افكر كتير تاني ان اعدل من نفسي في حاجات كتيره كبني ادم بقى. دي حاجه بيني وبين ربنا كده، عايز اظبطها اكتر، بحاول. فاهم قصدي؟ لان اختبار الدنيا ده صعب، يعني شئنا ام ابينا هو اصعب حاجه. فدي من الحاجات برضو اللي حاولت. لا طب اقول لك على حاجه، يعني مش عايزه ادخل في تفاصيل، بس هي نعمه من نعم ربنا انه يدينا فرصه ان احنا نعوض حاجه او نصلح حاجه او طبعا. يعني جفت نعمه من عند ربنا، لانه على فكره كان ممكن ما يبقاش عندنا الفرصه دي اصلا. اكيد. لا هو قال حتى كل بني ادم خطاء. يعني اللي يقول انه ما بيخطاش ده انسان ما بيبقاش بني ادم، يعني بيخالف النص. كل بني ادم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. هو دي الفكره. من وقت للتاني تحاول تصلح، يعني تحاول تصلح. هو ربنا بيقبل ده وبيحب ده.